کنبونا می ایرو دبین سلوگان جنجیان آزادی دابو ام هبرا دمجاري هری گرینگ هفدورا ام گفتگو بکن مجارا یکم سدما قنبلوا سر ریبر آبو و ريبازي تبوشينا بو آزادية سلوك يا فيزيكي تداعيات المؤامرة الدولية على القائد وأسباب الأسئلة المفروضة عليه مجارة دويان رولا جن دبلند كرنا تبوشينا جبو آزادية ريبر آبو وبردوامية شورشا جن جبو بيرانينا هبال بيان صوران حمي شهيدين تبوشينا آزادية أم داخل يزرقون بهذا الشهر شهر شباط الذي بشكل أو بآخر نعده شهرا مؤلما وبنفس الوقت الشهر الموقف الذي سنتخذه لأجل تحرير القائد جسديا. طبعا من خلال الفعاليات، من خلال المواقف، من خلال عهدنا مع قائدنا وبالأخص المرأة التي هي مديونة للقائد عبد الله أوجلان بأن أوصلها إلى هذه المراحل من التحرر والنضال. التحرر الذي تعمل عليه المرأة هو بفضل القائد العظيم. طبعا عبد الله أوجلان من قائد كردي إلى فيلسوف أممي. تحت هذا العنوان سنشرح أو سنحاور البعض عن شخصية القائد وعن المؤامرة الدولية التي حبكت لأجل أن يأسر هذا القائد وتطمر فكرته تحت سيطرة الدول المهيمنة، الدول التي أبت أن يكون هناك شعب متحرر، شعب يجدر به أن يكون حرا كهذه أو فكر كهذا، فكر عبد الله أوجلان الذي يريد أن يحرر الشعوب. فحرية الشعوب ومعرفة الشعوب بنفسها وقيمتها وأن تكون صاحبة إرادة، فهذا لا يلائم الأنظمة الاستبدادية، لا يلائم الأنظمة المهيمنة على العالم. هي الذكورية السلطوية من نفسه، يعني هاي كلها مؤامرات. حتى احنا مع نفسنا لما نقعد ونقرأ عن القائد بصراحة، يعني لما نتعمق بفكر القائد نلاقي حالنا مقصرين، لسه بدنا تنظيم، لسه بدنا نتعمق بفكرها. طبعا هاي من آواکن دیساجی دجمن و دستلاتداری دساله کیده هلوشان دوی آلیده نها قرنه 21 کو ام دید مدرباز کرد بتایبت لرقبای کردستانی با پروژات سوری دوجنا شورش مزد آواکن پیشنتیا شورش کرد دوی پیشنتیه ده امبول الهاما شورش جن لروجلات کردستانی لتواهی ایرانی کو آنا چروسکافا لتواهی جیهان بلاف کریه کو نتنه جن ایدیمیر جباندکن جن جیان آزادی جبر بی جنی بی آزادیا جنی جواب تجاری آزاد نابه بسر بی اساسی بیبر آخو جناوی وی کریه 100 سالا 21 سالا جنایم